انا اسمي يوسف، البحر ده ملعبي. شغلي كان كله في الميه، كنت بغطس واطلع اي حاجه ليها قيمه. طب الحاجات دي كنت بجيبها منين؟ من اي سفينه غرقانه. البحر ياما فيه. المكان ده مليان كنوز، كنوز كل السفن اللي تاهت من 500 سنه، لكن تمن الكنوز دي يا يوسف يا ابني اغلى من روحك. المكان ده ليه صوت لو سمعته يبقى انت تبعه. ضحكت يومها ضحكه عاليه. الريس شكله بيحب ان هو يهزر. الناس من كتر الضحك بصيت لي، قلت له يا ريس مرجان، انت لسه بتصدق في حكايات زمان دي؟ صوت ايه بس؟ لقيته بيتكلم بجد وبص لي بصه، قال لي هتعرف اما تروح هناك، بس ساعتها هيبقى الاوان فات يا ابني. اخدت منه الخريطه وقلت اعزم عليه ب1000 جنيه، مرضيش ياخد اي فلوس. كل اللي قاله لي لو رجعت ما تجيش تكلمني، علشان اللي بيروح هناك ما بيرجعش زي ما كان، وما ينفعش يتكلم على اللي كان. يا صاحبي يا ريتني كنت سمعت كلام. بعد كام اسبوع من التجهيز بقيت بتفرج على فيلم جزيرة الشيطان لعادل امام، اشوف ازاي هروح اطلع الكنز من هناك. وطلعت بالمركب الصغير بتاعي لوحدي، مركبة قديمة كنت وارثها عن المرحوم ابويا، وكنت مسميها الامل عشان في كل مرة بنزل فيها لازم ارجع باملة. كل ما كنت بقرب من المكان اللي على الخريطة كل ما الدنيا كانت بتبقى غريبة. واخوك بينزل البحر كتير، فانا عارف كويس قوي البحر بيحصل فيه ايه، بس اللي حصل ده بالنسبة لي غريب واول مرة اشوفه. قبل ما اوصل المكان البحر بقى هادي زي الازاز، ودايما في قواعدنا كبحارة تقلق من البحر اما يبقى هادي.